زمان وانا في الجامعه كنت مشترك تقريبا في كل الانشطه بتاعه الطلاب اللي موجوده، ومش بس كده، كنت كل سنه بحاول اعلي على السنه اللي قبلها بان انا اقدم على بوزيشن او منصب اعلى من اللي انا كنت عليه. وفي مره من السنين كنت مقدم على بوزيشن معين تيم ليدر، وكنت مقتنع يقينا ان انا هتقبل. وبعد ما خلصت الانترفيو وعدى كذا يوم، جالي مكالمه واتقال لي ان انا اترفضت. وانا كنت مقتنع يقينا ان انا اترفضت، يعني كوسه من الاخر، لان الشخص اللي عمل لي الانترفيو اللي كان هيبقى ساعتها فوقيه في البوزيشن الفوقيه هو ما كانش بيحبني، وكان عندنا مشاكل مع بعض. وانا فضلت لفتره طويله جدا مقتنع ان هو كان مستقصدني، وده السبب الوحيد ان انا ما اتقبلتش. ولما في يوم من الايام قدرت اواجهه وقدرت اساله في وشه هو انت ليه رفضتني، قال لي جمله سبحان الله لحد النهارده عمري ما نسيتها، وفعلا الجمله دي غيرت حياتي. قال لي يا وائل، انت مشكلتك ان انت بروبلم اورينتد مش سوليوشن اورينتد. فالنهارده في حلقه مصدر دخل عايزين نتكلم على الموضوع ده، فركز معايا عشان تفهم يعني ايه. اهلا وسهلا بيك في حلقه جديده من بودكاست مصدر دخل، البودكاست اللي بيتكلم في كل ما هو متعلق بالفلوس والبيرسونال فاينانس وحالتك الماديه. طيب الجمله دي يعني انا بجد مش بكبر من شانها ولا حاجه، ولكن انا عايزك بس تفهم ان انا فعلا كنت هبقى فاشل طول حياتي، ولا كنت عمري هوصل لاي حاجه في حياتي لولا الجمله اللي اتقالت لي دي. وممكن يكون السبب ان الجمله دي فعلا جرحتني، لان انا حسيت كده بهجوم في اتجاهي، ويمكن يكون برضو ان انا بعد ما عدى فتره وكبرت وبدات كده استوعب تاني الكلام اللي اتقال لي، لاحظت ان الكلام ده كان فعلا صح جدا. واللي انا لاحظته كمان مع الوقت، عشان انا بقيت مركز قوي في الحته دي، ان الكلام اللي انا هشرحه لك دلوقتي ده كلام ناس كتير جدا بتقع فيه، وهو سبب فشل ناس كتير جدا، سواء في البيزنس، سواء في الرياضه، سواء في الحياه، سواء في العلاقات حتى. فبعد اذنك ركز معايا، لان الحلقه دي بجد هتكون في شيء مهم جدا وقوي جدا. اولا تعالى نتكلم على يعني ايه اصلا بروبلم اورينتد اللي هو قالها لي دي. بروبلم اورينتد بكل بساطه معناها ان انت شخص بيركز على المشاكل. وانا عايز اقول لك حاجه، انا كنت عارف ان انا بروبلم اورينتد، مش بس كده، انا كنت فخور ان انا بروبلم اورينتد، لان انا كنت مقتنع ان سبب ذكائي ونجاحي في اي حاجه انا بخشها هي فكره ان انا بروبلم اورينتد. لان فكر فيها كده، احنا النهارده مثلا عندنا فكره بزنس او مشروع او اي حاجه جديده بنعملها. تخيل ان انت معاكوا واحد في الفريق بتاعكوا كل همه ان هو يشوف كل المشاكل فين، ويقدر يقول لكم كل عيب فين. يعني لدرجه لما كان في ناس اعرفها بتحب تفتح اي بزنس ايديا جديده، كانت تيجي تقولها لي علشان يشوفوا انا هطلع لهم الخوازيق فين بالظبط، وكانوا بيستغلوا ده علشان يعرفوا يحلوا المشاكل دي كلها علشان ينجحوا المشروع. وانا كنت شايف ان انا فعلا دي حاجه ربنا خلقني بيها، مخلياني احسن من غيري بكتير، وكنت شايف نفسي اذكى واحد في الاوضه دايما. لان سهل قوي ان الناس تقول افكار حلوه، ولكن الصعب انك تعرف ايه اللي ممكن يبوظ او يفشل في كل الافكار دي. والفترة طويلة في حياتي كنت أنا فعلا مش بفشل في أي حاجة بعملها، وده في اقتناعي كان بسببه إن أنا شايف كل المشاكل فين فبشتغل عليها قبل ما بتحصل أصلا. ده اللي أنا كنت فاهمه. هو الولد ده بقى وضح لي حاجة مهمة جدا، إن بروبلم أورينتد دي لوحدها كده مش حاجة حلوة، لأن هي ليها الحاجة اللي قصادها الناحية التانية، وهي كلمة سوليوشن أورينتد. سوليوشن أورينتد العكس، هو الشخص اللي بيركز على الحلول. فخلينا نرجع لنفس المثال، انتوا فريق من 3 اشخاص، انت راجل مخك نضيف بتعرف تجيب افكار حلوه، فانت جمعت 2 صحابك، واحد بروبلم اورينتد واحد سوليوشن اورينتد، قلت لهم يا شباب انا عندي فكره خطيره جدا، وقلت لهم فكره المشروع بتاعك، وفعلا كانت فكره حلوه. بصيت كده على البروبلم اورينتد لقيته بيقول لك كل المشاكل والخوازيق اللي انت ممكن تواجهها في المشروع ده. والراجل فعلا كلامه صح، الكلام كله مقنع وصح جدا وانت ما فكرتش فيه. انما بصيت على الناحيه التانية لقيت ان الراجل ده عنده حلول لكل المشاكل، بيقول لك دي حلها كذا ودي هنعمل لها كذا ودي مش عارف ايه. فانت لما بصيت قلت الحمد لله ان الراجل ده معايا في الفريق. ليه؟ لان الراجل ده الحمد لله عنده حلول لكل حاجه. لو انا جيت لك بعد ما قعدت القعده الحلوه دي وقلت لك اتخلص في واحد منهم، في واحد منهم لازم تتخلص منهم، يا ترى هيبقى مين؟ الراجل اللي بيقول لك المشاكل فين، ولا الراجل اللي بيعرف يحل اي مشكله؟ في الاغلب الاجابه الصح هو انك تتخلص من الراجل اللي بيقول لك المشاكل فين. ليه؟ لان المشاكل كده كده بتظهر، لان كلنا ممكن نقعد نعصر لحد ما نطلع المشاكل، ولكن ان انت تلاقي حل للمشاكل هي دي المعضله اللي انا كنت واقع فيها. لحظه الادراك اللي عرفت فيها ان انا عندي المشكله دي كانت لحظه انا اتكسرت فيها من جوه، لان انا كنت حاسس وكاني عايش اكذوبه طول حياتي. كنت دايما فاكر ان انا شايف الحاجه الصح، ولكن انا كنت بشوف المشاكل من غير حلول. تخيل واحد شغلته الوحيده ان هو يقول لك المشاكل فين،
اصلا الناس هتفتكره راجل متشائم، الناس مش هتبقى حابه تقعد معاه لان هم شايفين ان هو على طول بيشوف الوحش في كل حاجه، وده كان حقيقي جدا. وتخيل كمان ان انت بتقول لي على المشاكل اللي ممكن اواجهها ولكن مش بتجيب لي حل واحد، فكل اللي انت بتعمله ان انت بتكئبني او بتزعلني. وهو ده كان السبب الرئيسي ان انا ما اتقبلتش، لان الشخص التاني اللي اتقبل في المنصب ده يمكن ما كانش عنده الطريقه ان هو يحلل زي ما انا بحلل او يشوف المشاكل زي بالظبط، ولكن الراجل ده كان عامل خطه فيها حلول، مش مجرد خطه بتقول المشاكل فين. وهنا خليني دلوقتي اكلمك على 4 صفات، لو الصفات دي موجوده فيك يبقى انت في الاغلب بروبلم اورينتد ومحتاج تشتغل على الموضوع ده. واول صفه ان انت دايما في اي موضوع في الدنيا بتتكلم على المشاكل او الوجع بدل ما بتتكلم على منتج او حلول. لو انت في المشروع بتاعك لما بتيجي اي فكره او لما انت حتى بتحاول تطرح اي فكره، دايما بتبدا الفكره بالمشاكل اللي فيها. دايما بتقول والله انا عندي فكره حلوه بس هي فيها مشكله، ودايما مش بتفكر في البرودكت النهائي او في الحل النهائي او في الاجابه او الاوتبوت النهائي اللي احنا عايزين نوصل له. لو انت بتفكر بالاسلوب ده يبقى انت في الاغلب بروبلم اورينتد بشكل مش الصح. خلي بالك بروبلم اورينتد مش حاجه وحشه في المطلق، ولكن لازم تعملها بالشكل الصح. ويجي تاني حاجه ان انت لو شخص بيسال اسئله كتيره جدا او بيسال ليه او واي كتير جدا قبل ما يطلع اي حل. تخيل حد مثلا يقول لك فكره مشروع فانت عمال تقول له ايوه ليه يعني هنعملها كده، ايوه ليه يعني حصل كده، ايوه ليه يعني هنجربها بالطريقه دي. هو انت ليه عمال تسال ليه كتير؟ ما تقول انت عايز توصل ليه او ما تجيب الحل. فهو في الاغلب يا اما ما عندوش حل يا اما هو بس عمال يشكك في الفكره، وده مش عشان هو بني ادم وحش، لا ده لان هو فعلا مخه ما بيعرفش يستوعب غير المشاكل. يا اما هو بيحاول يعني يقعد يوريك كل المشاكل اللي في الموضوع فبيقولها لك بالطريقه دي. وفي كلا الحالتين زي ما انت شفت انا ما قلتش نهائيا ان هو بيحاول يجيب اي حل واي نتيجه، ودي مشكله. ثالث صفه بتكون عندك ان انت بتشوف الوحش في كل حاجه. عارف المثال بتاع الكوبايه الميه نصها مليان ونصها فاضي، وتحطها قدام الناس وفي واحد هيقول لك ان هي نصها مليانه وفي حد تاني هيقول لك ان هي نصها فاضي. هم يعني بيحاولوا يقولوا ان اللي بيشوف النص الفاضي ده بيكون شخص متشائم يعني، او شخص بيشوف الوحش اللي في الحاجه. تخيل معايا انت رحت مطعم وقعدت في المطعم ده والمطعم كويس والاكل كان كويس، ولكن مثلا الويتر اللي كان بيقدم الاكل مثلا كانت معاملته وحشه معاك، او كل حاجه كانت كويسه بس دخلت الحمام لقيته مش انضف حاجه. لو انت شخص كل اللي هتفتكره من الخروجه دي كلها ان الصراحه المكان ده بتاع الحمام الوحش، ايوه بس كل حاجه تانية كانت حدله. وانت مش بس كده، انت بتبرر لنفسك انه يا جماعه ما هو منطقي لما اروح مطعم يبقى الاكل حلو، ده شيء بديهي، ده مش حاجه زياده. ما هو بديهي ان الراجل يعملني كويس، بديهي ان المكان يكون نظيف. طول ما انت بتشوف الحاجات الوحشه بس وشايف ان كل الحاجات التانية بديهيه، اعرف ان انت في الاغلب بروبلم اورينتد. ونيجي عند اخر صفه خالص، ان انت ما عندكش حلول. لو انت شخص بيعرف يطلع المشاكل ولكن ما عندكش صفه ان انت تجيب حلول، لو انت عارف مشاكل كتير جدا في كل حاجه ولكن ما بتحلش المشاكل دي، فمليون في الميه انت مش بس بروبلم اورينتد، ده انت اصلا مش سولوشن اورينتد نهائيا. طيب وتعالى بقى نتكلم من الناحيه التانية وهي الشخص السولوشن اورينتد. خلي بالك الراجل اللي قال لي الجمله دي وقال لي ان انا بروبلم اورينتد، احنا ما اتخانقناش مع بعض، احنا بعد مر سنين هو كان بيشتغل معايا وفهمني الموضوع اكتر وفهمني انت احنا مش عايزينك تقتل الفكره البروبلم اورينتد اللي انت فيها دي، احنا بس عايزينك تعمل لها بالانس او اتزان بينها وبين السولوشن اورينتد. فتعالى نتكلم اصلا يعني ايه سولوشن اورينتد، ونقول برضو 4 صفات بتقول ازاي تبقى سولوشن اورينتد، او هل انت سولوشن اورينتد اصلا ولا لا. السولوشن اورينتد هو الشخص اللي بيدور على الحلول بكل بساطه. شخص مهما كان في مشاكل هو مش مهتم بالمشاكل، مش عشان هم مش مهمين ولا عشان هم تافهين، لا، علشان هو ايا كان في مشكله احنا كده كده هنروح ندور على الحل. فهو قاعد في الناحيه اللي فيها الحلول من الاول، مستني المشاكل تطلع عشان يرمي عليها حل. فهل انت سوليوشن اورينتد ولا لا؟ 4 صفات برضو. اول حاجه بيتحركوا بسرعه جدا من الزون او من المكان بتاع التحليل للمكان بتاع الاكشنز. from analysis to actions. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي يا جماعه احنا محتاجين نعمل ميتنج علشان محتاجين نحلل الموقف، نحلل ايه اللي حصل ده. السرعه ما بين ان احنا حللنا فيلا نروح ننفذ، الشخص ده سوليوشن اورينتد، لان هو مهتم اكتر بالتنفيذ، مهتم اكتر بان احنا ناخد اكشن على الاناليسز او التحاليل اللي احنا فضلنا نعملها كلها. الحاجه التانية عنه ان هو دايما بيفكر في اختيارات او في اوبشنز مختلفه. تخيل مثلا معايا دلوقتي ان احنا في مشكله وبنحاول نطلع لها حل.
الشخص اللي بيبقى قاعد ساحل دماغه ان احنا نلاقي كذا خيار مختلف، احنا عايزين كذا اوبشن، احنا مش عايزين حل واحد ونبقى مضطرين نعمله، لا احنا بندور على كذا حاجه مختلفه. الشخص ده مفيد جدا 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 وسوليوشن اورينتد. الشخص اللي احنا حتى لو معانا حل ما زال بيدور على حل تاني احتمال يبقى احسن او اسرع او ارخص، ده شخص سوليوشن اورينتد جدا. على عكس البروبلم اورينتد، ده بيكون شخص اصلا ما بيعرفش يطلع حلول تماما. الصفه الثالثه ان الحاجه اللي بتديهم طاقه هي ان هم يبنوا مش ان هم يحللوا. انا الصراحه كواحد كان بروبلم اورينتد، احنا لما حد يقول لي فكره ان انا اقعد افكر فيها واطلع المشاكل، والله كنت بتمزز من ده. مش كره في الراجل، لا انا بجد كنت بحس بفرحه وجمال وذكاء، بحس قد ايه سبحان الله ربنا خالق لي مخ عبقري ان انا قادر اطلع المشاكل دي كلها. الطاقه كانت بتجيلي، السعاده كانت بتجيلي من الموضوع ده، من الاناليسز او ان انا بحلل المشاكل. انما الراجل السوليوشن اورينتد، الراجل ده بيجيله طاقه والفرحه والشغف ده من ان هو يبني الحاجه اللي بتحل المشكله. لما انا اقول له مشكله فنتفق على حل ويبدا يشتغل على الحل ده، بيبقى مخه بيتفرج على المشكله وهي عماله تتفتت وتقع وتنتهي، وهو بيجيب الطاقم ده. ودي طبعا حاجه حلوه جدا. واخر حاجه خالص البديهيه، ان هو راجل بيدور على حلول مش بيدور على مشاكل. لما احنا نسال يا جماعه احنا عندنا فكره، بتلاقي راجل دايما بيفكر الفكره دي ممكن توصلنا لفين، واحد تاني بيفكر هي الفكره دي ممكن تجيب لنا مشاكل فين بالظبط. ده الفرق، او دي الاربع صفات اللي تقول لنا ان ده سوليوشن اورينتد، والاول كانت اربع صفات اللي تقول لنا ان ده بروبلم اورينتد. طيب تعالى نتكلم على الحل. ايه الحل للمشكله بتاعت الناس اللي هم حاسين ان هم بروبلم اورينتد زي بالظبط كده؟ ايه اللي هم المفروض يعملوه بالظبط؟ اولا اول حاجه عايز اتكلم عنها بعيدا عن الخطوات بتاعه الحل، ان انت لازم تفهم ان هي مش مشكله ولا هي صفه وحشه. سبحان الله لو ربنا كان خلقنا كلنا بروبلم اورينتد، كان زمان العالم كله متشائم ومفيش حل لاي حاجه وكل حاجه فيها مشاكل، فاحنا اصلا ما بنشتغلش. ولو كنا كلنا سوليوشن اورينتد، ما كانش في اي حد فينا قدر يفكر في المشاكل اللي ممكن تحصل، فكانت كل المشاريع اللي هنعملها هتفشل. ففي الحالتين كنا هنفشل كبشر. ففكره الاتزان ما بين الناحيتين، فكره الوسطيه ما بين الاثنين، هو ده اللي مطلوب منك. هي مش حاجه انت بتحاول تتخلص منها، على قد ما هي في مهاره تانية اسمها سوليوشن اورينتد انت بتحاول تنميها. طيب ازاي نعمل الحركه دي؟ ازاي نتحرك من ان انا بروبلم اورينتد قوي لان انا ابقى كده متزن في النص بالظبط؟ اول خطوه خالص ان انت تحاول تقلل الاناليسز او التحليل اللي انت بتعمله في اي موضوع خالص. خلي بالك لو احنا دلوقتي بنفتح شركه مثلا وعمالين نعمل تحاليل ايه اللي ممكن يحصل والسوق عامل ايه وماركت ريسيرش والكلام الحلو ده، مفيش مشكله ان احنا نعمله، بس لازم تعرف ايه الليميت ما بين يا جماعه احنا بقالنا 6 شهور عمالين نعمل اناليسيس، ده السوق اصلا اتغير والاناليسيس بتاعتنا بقت بايظه ولازم نعيدها من الاول، وما بين خلاص كفايه قوي الاناليسيس دي. احسن يبقى يعني لو واجهنا مشاكل احسن تجي لنا بالتجربه عن ان احنا نقعد نعمل تحاليل كتير ملهاش اي لازمه. فالاناليسيس دي لو انت عملت ليميتيشن ليها، لو قللتها شويه، ده هيساعدك ان انت تبقى متزن شويه. وتاني حاجه ان انت ما تتكلمش لو ما عندكش حلول. انا صراحه عشان احل المشكله دي كنت انا دايما، حتى لما بعد ما الراجل ده قال لي كده وبعد ما اتصدمت وفهمت واستوعبت والكلام ده كله، كنت دايما لما لسه حد بيقعد يتكلم معايا ما زال مخي بيشوف كل المشاكل، ولحد النهارده ما زال مخي بيشوف كل المشاكل. بس انا خدت قرار مع نفسي ان انا بكل صراحه كده مش هفتح بقي ومش هتكلم ومش هقول رايي لحد ما يكون مخي طلع حل للمشكله اللي انا عايز اقولها. فالكلام بيطلع من بقي بدل ما اقول يا جماعه في مشكله، بقى الكلام بيطلع من بقي يا جماعه في المشكله الفلانيه ولكن حلها كذا فما تقلقوش. او ببدا بالحل على طول، على فكره انا عندي احنا محتاجين نعمل كذا لان ده ممكن يحمينا من المشكله بتاعت كذا. فده علمني ان انا ما اتكلمش غير وفي حلول عندي، ولو انا شايف مشاكل ومش شايف حلول، طبعا لو الموضوع كارثي بفتح الموضوع عشان حد غيري اشطر في الحلول يطلعها، ولكن لو انا ما عنديش حلول وهحبط الناس ما بقتش اتكلم. الحاجه الثالثه ان انا بجبر نفسي ان انا اشوف الحلو في كل حاجه. موضوع كوبايه الميه دي، انا شايف ان في نص فاضي، انا شايف ده كويس قوي، انا شايف ان الميه سخنه مش ساقعه، انا شايف كل ده كويس قوي، بس سهل قوي ان انا اقول ده في ميه في الكوبايه، الحمد لله في كوبايه تانية هناك فاضيه. فاي مكان بخشه، اي حاجه بعملها سواء كانت حلوه كانت وحشه ايا كان، انا مخي كده شايف الوحش، بجبر نفسي ان اطلع حاجه حلوه فيها. فلو في حد جاب لي بزنس ايديا، البزنس ايديا دي مش عجباني تماما وانا شايف انها فاشله تماما وكلها مشاكل، لازم ابدا بالحاجه الحلوه الواحده، ادور على حاجه واحده حلوه اعرف اقولها له. على فكره الفكره دي مفيش زيها في السوق، يمكن مفيش زيها عشان هي فاشله دي قصه تانية، بس مفيش زيها في السوق، دي فعلا حاجه حلوه، الراجل فعلا فكر في حاجه محدش فكر فيها، بس هو محدش فكر فيها لان فيها المشكله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، دي بقى قصه تانية خالص. واخر حاجه خالص ان انا او انت يعني هتجبر نفسك ان انت دايما 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 يبقى عندك اوبشنز او يبقى عندك اختيارات مختلفه في اي حاجه.
إحنا النهارده عندنا مشكلة ولقينا لها الحل، خلاص عرفنا الحل. اجبر نفسك إنك تقعد كده فترة مع نفسك تحاول تلاقي حل تاني، حتى لو الحل الأولاني ده مناسب، بس أنت بتحاول تعلّم مخّك أو تنمّي مخّك إن هو يعرف يفكّر في حلول تانية، أنت تعرف بعد كده تلقائيًا مخّك يبدأ يبتكر حلول من غير ما تجبر نفسك الحتّة الزيادة دي. وبس كده يا سيدي، هي دي كانت قصة الproblem oriented والsolution oriented اللي فعلًا غيّرت حياتي، ولو أنت عندك نفس المشكلة دي يا ريت تكتب لي في الكومنتات إيه المشكلة اللي عندك وأنت بتفكّر إزاي، وهل الفيديو ده ساعدك والّا لأ، وأشوفكم في الحلقة اللي جاية إن شاء الله.